السلام عليكم. إذا كنت من محبي كرة القدم فأدعوك للاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. شهدت بطولة كأس العالم أمس مفاجآت من العيار الثقيل، حيث كادت تخرج فيها أقوى الفرق، وهي إسبانيا وألمانيا، وتتأهل كل من اليابان وكوستاريكا، لتنتهي المباراتين بفوز المنتخب الياباني بهدفين لهدف واحد ضد إسبانيا، وفوز ألمانيا على كوستاريكا ب4 أهداف، لتخرج بذلك من الدور الأول. حيث علق محلل قنوات بين سبور محمد سعدون الكواري وقال: ليس من عادتنا الشماتة، لكنهم حاربوا العرب في حقهم الشرعي في استضافة كأس العالم. تركوا كرة القدم وذهبوا يتخبطون عن أي مدخل لانتقاد مونديال قطر. ورغم أن الشماتة ليست من أخلاقنا، لا يمنع أن نقول لكم يلا على المطار. ليخسر بذلك المنتخب الألماني البطولة ومشجعيه معا.